السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال. النهارده جايبه لك وصفة المنين بالعجوة بطعم وريحة زمان على طريقة جدتي ومامتي. تابعي معايا في الفيديو عشان تعرفي اسرار الطعم الاصلي بتاع زمان وكمان ريحته اللي بتجيب اخر الشارع. شوفي المنين حلو ازاي، بيدوب في البق. بجد طعمه حلو قوي وكان طري جدا وجميل يعني تاخدي القطمة كده مش بتلحقي تكمليها من كتر حلاوتها، بتدوب في بقك على طول. انا هنا معايا كيلو دقيق وحوالي معلقتين 3 كبار من السمسم، ومعايا خميرة حوالي كيس 10 جرام أو 11 جرام، الكيس اللي هو الصغير. ومعايا هنا ريحة الكحك أو محلب مطحون، ومعايا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. كل المكونات دي بخلطها مع بعض وبنزل بكوباية من الزيت وعليهم كوباية من السمنة وعليهم كوباية من الحليب أو اللبن. بس أنا الأول بخلط المكونات الأولانية مع بعض وبسيب اللبن والمكونات الباقية لبعدين. هفرك كده المكونات مع بعض أو هبسها. دي أول خطوة لنجاح ونعومة المنين، إن أنا ببس الدقيق بالسمنة والمكونات التانية. أبدأ هنا أنزل بكوباية الحليب ومعايا ربع كوب من الماء الورد، وده سر من أسرار إن هو يبدأ يكون ريحته مفحفحة كده وتجيب آخر الشارع. ببدأ هنا بقى ألم المكونات اللي أنا عملتها في الأول باللبن والمية الورد. أنا هنا زودت ربع كوب ماء، ربع كوب من اللبن لما حسيت إن العجينة محتاجة كمان، لأن طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، في دقيق بيحتاج سوائل كتير وفي دقيق مش بيحتاج. أنا هنا في الأول لميت المكونات بس ما قعدتش أعجن فيها كتير، يا دوبك بس بلمها. وجبت كيس من أكياس التلاجة وفتحته واحد فوق وواحد تحت، وحطيت جزء من العجين وفردته كده بالنشابة أو المردانة. وكذلك بعمل كده مع العجوة دي هنا دي عجوة بيتي، أنا اللي عاملاها يعني مش عجوة من السوق. أنا هنا في الأول سيحت العجوة مع قطعة من السمنة على النار، أو ممكن تضيفي بدل السمنة زبدة لحد ما بقت سايحة وناعمة معايا. وحطيت الكيس اللي فردت فيه العجوة على الكيس بتاع العجين. انا هنا ببدأ ان انا اقفل الرول بتاعي كويس عشان ما يفتحش مني في الفرن وعشان ما يبقاش فيه فراغات. بدأت هنا ارول الرول بتاعي كده بالكيس، ودي طبعا اسهل من انت تروليه بايدك، انك تمسكي العجينة. يعني الكيس هنا بيحافظ ان العجين يفضل اخد الشكل بتاعه المتساوي. انا هنا خلصت الرول بتاعي. طبعا ده مش اول رول، الكيلو عامل لي ما شاء الله كمية كبيرة جدا، حوالي 3 كيلو ونص من المنين بالعجوة. طبعا هو دلوقتي اسعاره غالية جدا في الافران، انا عملته بطريقة مش مكلفة خالص واقتصادية جدا. هنا ببدأ اجيب السكينة بتاعتي واقطع قطعة قطعة كده. يلا نكمل باقي الخطوات مع بعض. هنا انا خلصت الصينية كلها. معايا هنا معلقتين من العسل الاسود خففتهم بمعلقتين من المية، وببدأ احط فيها كل قطعة من المنين واحطها بعد كده في السمسم. ممكن تحطي سمسم او حبة البركة او ميكس ما بين الاتنين. هنا اضافة العسل مع المية بتخلي الحاجة اللي انا بحطها فوق السمسم او حبة البركة تمسك في قطعة المنين اكتر. وفي نفس الوقت طبقة العسل دي بتخلي القطعة مسكرة من على الوش. انا هنا خلصت كل الصينية زي ما انتوا شايفين، بندخلها على درجة حرارة 180 رف اوسط. وشوفوا ده بقى المنين بعد ما استوى. طبعا انا كنت خلصت كل الصواني وسويتها في الفرن. ما شاء الله طعمه حلو قوي وريحته كانت جايه باخر الشارع وبيدوب في البق. جربوه وان شاء الله ينجح معاكم من اول مره. مع السلامه، يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناه، ما تنسوش تفعيل زر الاشتراك.